السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة احنا هوريكم بس الغدوة بتاعتنا بسيطة وحلوة. وان شاء الله يا رب كده دايما تكونوا بخير يا رب. وانا انا اكلات شهية من ماما، وعايشة انا في غزة. انا مصرية بس عايشة في غزة، وعشان بناتي هنا وابني هنا يعني لازم اقعد هنا وبروح زيارة على اهلي في مصر. وان شاء الله يا رب كده ربنا يصلح الحال. وانا والله بحبكم كده، بحبكم والله في الله، بحبكم قوي عشانكم بتشجعوني، وعايزاكم كمان تشجعوني تحطوا لي لايك وشير وتعلوا لي قناتي. انتوا حبايبي يعني لازم ايه تشجعوني في القناة وتحطوا لي لايك وشير. ودلوقتي انا هوريكم يا حبايبي، انا بوجودكم والله سعيدة عشانكم بتشجعوني وبتحطوا لي لايك وشير. ودلوقتي انا معايا صينية جلاش معمولة باللحمة المفرومة، شايفين ما شاء الله باللحمة المفرومة معمولة، عملتها مرات ابني ما شاء الله عليها، حلوة حلوة كتير. حاطة فيها لحمة مفرومة وبصل وفليفلة زي ما بتعملوا كده حبايبي. والمقادير بتاعتها يعني بسيطة، ربع كيلو لحمة مفرومة، وواحدة فلفل رومي من الجنبة احنا بنقول عليه من الألوان، وعايزين تحطوا برضو فلفل حامي تحطوا، مش عايزين بلاش. وبتعملوها وبتدهنوا الرقات رقات، وبتحطوا في وسطيها كده نص الجلاش، بتحطوا اللحمة المفرومة وبقية الجلاش عليها، وهي مسقعة بتنجان كده عاملينها برضو حلوة، وهي الزيتون وهي العيش. وان شاء الله يا رب يعجبكم الجلاش. طلعي واحدة ان شاء الله يا رب يعجبكم يا رب. وان شاء الله يا رب ما تنسوني، ودايما تشجعوني في القناة. وهي زي ما انتوا شايفين فيها، شايفين الجلاش محلاه ما شاء الله، حاجة حلوة خالص. شايفين الجلاش محلاه ما شاء الله، حاجة حلوة. محشي اي فلفلة، ومحشي لحمة مفرومة وحلو. حطله كمان ايه مرقة ولا حطله مية ولا حاطين احنا عليه كوباية حليب مدوبينها كده، وحاطين فيها نتفة ملح صغيرة وفلفل اسمر صغيرة برضو، وحطيناها عليه. شوفوا طالعة مقرمشة وحلوة، ان شاء الله يا رب تعجبكم ويعجبكم كلامي وما تنسونيش يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.